طريقة تسييح السمنة القديمة تقعد عندك سنة سنتين سنة ونص. بالطريقة دي لما تكوني حاطة عليها ملح، مغلفاها بملح كتير وتسيحيها ادي كده بالطريقة دي. بصي الملح قد ايه فيها، وتطلع منك حلوة جدا جدا، ويطلع منك مرطة بالطريقة بتاعت زمان دي. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الطريقة ونسمي الله، واقول لكم اوعي تنسوني في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد مني. ويلا بينا نقول بسم الله. صباح الخير عليكم، صباح الخير على احلى متابعين. ايه رأيكم بقى على النهاردة؟ دي زبدة، دي الزبدة اللي هي هنسيحها زبدة بقري، دول 15 كيلو. بصوا يا جماعة محطوطة في الفريزر، انا رحت جبتها من طنطا، من عند اختي، عندها ناس بيجيبوها، فرحنا جبناها من طنطا. بصوا بقى اللي هعمله ده بناء عن طلبهم بقى، عايزين يتعملوا ازاي. عايزين بقى افكها الاول واعملها بالملح واسيبها يوم ما تتحط كده بالملح. وايه تاني؟ وبعد كده نسيحها. تمام. نبدأ. طبعا الحلة عندي مش هتاخد الكمية دي، هعمل بتاع 5 كيلو 6 كيلو، وبعد كده هو وقت تاني اعمل دهوت، يعني في نفس اليوم اخلص ال5 كيلو، ابدأ مثلا 5 كيلو تاني، يعني اعملهم على 3 مرات ال15 كيلو. لان الحلة عندي هي غويطة بس مش كبيرة قوي زي في الحلة اللي بتاعت السمنة. نبدأ كده ونسمي الله ونقول لكم هعمل ايه. الاول هفرغ الملح، نشيل ده كده على جنب عشان تشوفوا. بسم الله. هفرغ الملح اهو كده. نعمل ايه بقى؟ هقص واحدة من دي. تمام. انا بسيحها على طول، بس هم قالوا لي لا اعمليها بالطريقة بتاعتهم، فهجربها. ما فيهاش حاجة، دي حياة تجارب. طبعا دول الأكياس فيها مطرحها، هم عايزين اعملها بس نحط كده، اخليها في ملح ياما. بس الاول اشيل دول كلهم هنا كلهم عشان احط في المكان كده. هحطها في قلب الحله على طول. بس طبعا طرت عشان باتت بره، احطها في الحله على طول. الحله اهي، احطها فيها على طول. خلاص كده هخلص بقى الكميه، ولا اعمل لكم واحده تاني؟ اعمل لكم واحده تاني. انا سيحت قبل كده كم مره سمنه زبده وشفتوها بعملها ازاي. هو يوم بقى حافل بالسمنه. كور كل ما يخلص الملح احط ملح تاني.
خلاص كده بقت كلها كده ملح. هشيلها في الحله واعمل غيرها اهو. وانتوا شفتوني كم مره يعني عملتها ازاي. خلاص كده اهي بالطريقه دي كلها ملح بقى. فك الكيس التاني والتالت وكده عشان تتعمل. خلاص هخلص الكميه وارجع لكم تاني. يا جماعه انا عملت الكميه دي اللي هسيحها النهارده، وهعمل كمان اسيحهم النهارده مرتين، والباقي هشيله في التلاجة من تحت. هحط له ملح واحطه في التلاجة من تحت وتقعد كام ساعة في الملح واعملهم. دي كانت الطريقة بتاعت اللي بيعملوها زمان، اللي بيحطوها ملح عشان تعيش معاكي اكتر من سنة. دي طريقتهم زي بتاع زمان. احنا دلوقتي مش بنعمل الطريقة الصعبة، احنا بنجيبها ونحطها على النار على طول، لان كمان هي دي هتبقى للطبخ بس، مش هتبقى للحلويات، لان الحلويات دي فيها ملح. تقعد تدبل وهتقعد كام ساعة بالملح، وتاكل من ملحها وتسيحيها زي العادة اهو بالطريقة دي اهو كده اهو. بصوا على النهارده وبكره اعملهم تمام. لما اخلصها بقى خالص هصورها لكم واوريها لكم. بس انا خلصتها كلها بالطريقه دي عليها الملح. تقعد عندك بقى يوم يومين 3 ساعات حسب ما الملح يدوب فيها، وتحطيها على النار وتسيحيها. وانت عندكم الفيديو بتاعي بتاع التسييح ازاي، بتبقى على 3 مراحل بالطريقه دي. ادي كده كلها بقت ملح اهو. تاكل من ملحها تنزل ميتها دي كده تطلع مرطة. الملح بيطلع مرطة على طول تمام. وكده انتهينا من الفيديو بتاع السمنة بدايتها. بتاع ممكن تعملي الزبدة، قصدي الزبدة بالملح وتسيبيها لحد ما تسيحيها بالطريقة دي. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.